السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي في الله، حياكم الله في هذا الدرس الجديد من دروس العقيدة. لقد تكلمنا في الدرس السابق أو في الدرس الثالث من العقيدة الذي كان تحت عنوان الحق واحد لا يتجزأ. تكلمنا وقلنا في نهاية الدرس بأن أصحاب العقيدة السليمة أصحاب النجاة من الضلالة ومن النار ومن الأهواء هم جماعة واحدة، هم أهل السنة والجماعة. إذن أخواتي في الله، في درسنا هذا الجديد أي الدرس الرابع من دروس العقيدة سنتكلم عن منزلة الطائعين لله ورسوله والصابرين ابتغاء مرضات الله. إذن يا أخواتي في الله، فإن أهل السنة والجماعة قد يقلون في بعض الأزمان وقد يكثرون، وقد لا يكون منهم إلا عدد قليل، لكن وسبحان الله فيهم البركة والخير لأنهم على الحق، ومن كان على الحق فإنه لا يخاف من القلة ولا يخشى من كثرة الأعداء. يقول الله عز وجل في سورة النساء في الآية رقم 69: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أي أن من يستجيب لأوامر الله تعالى وهدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فأولئك الذين عظم شأنهم وقدرهم، فكانوا في صحبة من أنعم الله تعالى عليهم بالجنة من الأنبياء والصديقين الذين صدقوا تصديقا جازما وخالصا بالله تعالى، وكذلك مع الشهداء في سبيل الله وصالح المؤمنين، وحسن هؤلاء رفيقا أي في الجنة. فبالله عليكم يا أخواتي في الله، فمن كان رفقة هؤلاء فمما يخاف إذن. ونحن لا ننكر بأن هذا أو هذه المنزلة العظيمة تحتاج من العبد أن يكون على بصيرة وعلم وبحث عن سبيل هؤلاء والصبر عليهم وتحمل أذى من خالفهم، فإن الصابر على صراط الله وعلى دين الحق وعلى السنة يلقى عنة من الناس ويلقى لوما وعتابا، وربما يصل ذلك إلى حد التغليب والقتل والتشريد، ولكنه ما دام على الحق فلا يضره كيد الكائدين، وإن أصيب في دنياه فإن العاقبة له والعاقبة للمتقين. يقول الله عز وجل: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. سورة الإنسان الآية 12. أي أن رب العالمين أثابهم بصبرهم في الدنيا. بماذا؟ على ماذا صبروا في الدنيا؟ صبروا على طاعة الله عز وجل، صبروا على الأذى في دينهم، صبروا على التشديد والترغيب وعلى التعقيب وعلى القتل والتشريد وغيره. بماذا أثابهم رب العالمين؟ بجنة يأكلون فيها ما يشاءون ويلبسون الحرير الناعم، أي بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت وما لا أذن سمعت. نسأل الله أن يجعلنا من هذه الفرقة الناجية، من أهل السنة والجماعة، من هذه الفئة التي أنعم الله عليها كما أنعم على الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، من أهل الفردوس الأعلى، من المتقين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا، وجزاكم فردوسه الأعلى يا رب العالمين.